استبعد الشيخ الدكتور عبد السلام المجيدي وجود أي صلة بين الأفكار التي تروج لها عناصر الإرهاب والتخريب الحوثية والمذهب الزيدي. وقال المجيدي في خطبتي الجمعة هذا اليوم بجامع الصالح إن أعجب ما يتعجب منه الإنسان أن قيادات هذه الفئة يدعون بأنهم يناصرون المذهب الزيدي وهو منهم بريء، مستدلا ببعض الأفكار الضالة التي تدعيها تلك الفئة من خلال طعنهم في أعراض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهو ما لا يمت إلى المذهب الزيدي ولا إلى الإسلام بأية صلة. واستغرب ادعاء هؤلاء أنهم ينتمون إلى الزيدية ولا يعلمون أن مقتل الإمام زيد كان بسبب أنه لم يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر. حقا أنكم على منهاج نصرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أتزعمون حقا أنكم على منهاج الزيدية، على منهاج زيد بن علي عليه السلام وآبائه؟ فتعالوا لنحاكمكم إلى مناهج الإمام زيد وننظر ماذا يقول الإمام زيد عن مثل تلك الفتن. اسمع إلى الإمام زيد بن علي عليه السلام وهو يروي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كتاب مجموع الفقه الكبير، وارجع إليه في شرح الروض النظير. يقول زيد بن علي راويا بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسن المسلمين إسلاما. قال: أكمل المؤمنين أكملكم إيمانا أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الباذلون لمعروفهم، الواصلون لأرحامهم، الكافون أذاهم، الكافون أذاهم، الكافون أذاهم. فهل ما يفعله من يزعم اتباع الإمام زيد من إيذاء المسلمين وشق طاعتهم والخروج على جماعتهم ورفع السلاح في وجه المعروف وغير المعروف، هل ما يفعلونه اتباع لمنهج كف الأذى عن المسلمين؟ كلا والله. نناديهم ونقول لهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. إن الشارح لكلام الإمام زيد في هذا الموضع من كتاب الروض الكبير، من كتاب الروض النظير، وارجعوا إليه في المجلد الرابع، يورد الأحاديث المتعددة عن كف الأذى وعن المسالمة والمصانعة وعدم الخروج على أمن المسلمين وزعزعة أمنهم. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: أشرف المسلمين إسلاما وأكمل المؤمنين أن تسلم الناس من لسانك ويدك، وأكمل المؤمنين إيمانا أن يأمنك الناس. ويورد قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يا إخواننا، ماذا تصنعون وقد قطعتم أرحامكم ولم تكفوا أذاكم عن بقية المسلمين، ورفعتم السلاح فقتل من قتل وهجر من هجر وشرد من شرد؟ أما سمعتم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا يزال المسلم معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما فقد بلح، أي فقد هلك وخسر ولم ينجو. أما سمعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد صعد إلى المنبر وهو يقول بصوت رفيع: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم،
فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته يفضحه ولو في جوف رحله. بما من تخدمون وأنتم قد خرجتم على المجتمع على مجتمعكم وسللتم السلاح على إخوانكم؟ خبرونا من تخدمون؟ أما تتقون الله في أنفسكم؟ أو قد أخذتم صكا أو براءة من النار حتى تقتلوا من شئتم وترفعوا السلاح على من أردتم؟ لقد جاء بعض الناس من أصحاب الدنيا إلى رجل من الصحابة وقيل بل هو من التابعين يقال له أيمن بن خريم بن فاتك. قال له بعض الناس في زمن الفتنة عندما اقتتل القرشيون على الدنيا، قالوا له اتبعنا واخرج معنا نقاتل معك، فهل استجاب لهم على عمى؟ كلا، بل قال للذي دعاه إلى القتال: إن أبي وعمي قاتلا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بدر، وأخذ علي عهدا ألا أقاتل من قال لا إله إلا الله. فإن أنت، اسمعوا إليه بعبارة عجيبة كيف يكف أذاه عن المسلمين، قال: فإن أنت أتيتني ببراءة من النار قاتلت معك، وإلا فلا حاجة لي في قتال يوردني بعدها الهلكة.